تمام. ايه اللي يحصل كده؟ لا هو من غير سبب، بدون اي سبب. مره تعيط، لا انا ما كنتش واعي، انا غلطت. قلت لها ازاي تعمل ايه؟ يعني انت يعني ما شفعش ليك جوزك وحبك لجوزك او عيالك اللي موجودين معاكي، يعني ازاي انت تكلموا واحد غير ابوهم وعيالك موجودين معاكي؟ يعني ما قالت لك ايه؟ مش حاسه انه انا ما كنتش اعرف، انا ما كنتش واعي، انا ما اعرفش عملت كده ازاي، ما اعرفش ايه، نعيط شويه، ما اعرفش ايه، نشد شويه، انا اتكلم بالراحه شويه لحد ما ننزل ونشوف حل للموضوع. طبعا عملت انا ايه؟ حاله نفسيه، يعني احيانا بنشد مع بعض، احيانا طبعا انا منعتها من الخروج من البيت خالص، منعت التليفون، منعت حاجات كتيره جدا. ماشي. شبه انها موجوده في سري عشان ما اطولش على حضرتك بس. لكن انا مش واثق فيها في اي حاجه، حتى لو كده، حتى لو انا قافل عليها باب اوضه انا مش واثق فيها خلاص. وخصوصا ان انا يعني مغترب عنها، يعني هي في بلد وانا في بلد، يعني المغترب ده عايش على امل انه في واحده وراه سند ليه تعمل له كل حاجه وشايفه مصلحته والكلام ده كله. هل ده هفوه مثلا؟ ممكن يحصل هفوه زي كده؟ اي نعم انا حلفتها على مصحف انه ما في اي حاجه غير الكلام بيننا، ما فيش اي حاجه تاني. حتى وان كان الحلفان بيني وبين نفسي، انا ممكن اقول ممكن اللي تعمل كده انها تحلف عادي، زي المثل اللي بيقول قالوا للحرام يحلف قال لهم جالك الحرام. لا طيب قول لي سؤالك ليا ايه يا عبد الله؟ سؤالي ليا انا الوقت كده مشتت جدا، مش عارف اخد اي قرار في اي حاجه. الموضوع ده بقاله كتير؟ في الحاله دي الموضوع ده له تقريبا ممكن شهر. انت في واقع صدمه حاليا، لكن بفضل الله عرفت تاخد قرارات صح وانا احييك عليها. شوف انا مش ببرر ليه عملته، ماشي؟ انا مش ببرر خالص، لكن ولا اقول مثلا انت مقصر افتري عليك يا ابني او كده ابدا، ولكن بعد الزوج احيانا برضه مش تبرير ولا ان شاء الله لو كان مقصر لا يقتل الزوجه ابدا، تقصير الزوج لا يقتل الزوجه ابدا، حل انها تخون او تضيع او تكلم ابدا، ولا مبرر لا ليك ولا ليها. لكن الغرباء، البعد، حد ذئب من ذئاب الليل استغل امره او احتياجها او نزل هات لنا او تجيب له مشاوير او يوصل